الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. والآن مع موضوع فصاحة اللسان. فصاحة اللسان سلاح ذو حدين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا مع أبي موسى في مسير له، فسمع الناس يتحدثون، فسمع فصاحة، فقال ما لي يا أنس، هلم فنتذكر ربنا، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفر الأديم بلسانه. ثم قال: يا أنس، ما أبتأ بالناس عن آخرة وما ثبرهم. أتدري ما ثبر الناس؟ أي ما الذي صدهم ومنعهم من طاعة الله. ثم قال: والثبر الحبس عنها. قلت: الشهوات والشيطان؟ قال لا والله، ولكن عجلت لهم الدنيا وأخرت الآخرة آخرة، ولو عاينوا ما عدلوا وما ما يلو. شكرا لكم جميعا. شكرا.